ندخل بالموضوع على طول. الصوت عالي عندك دكتور؟ الصوت عالي عندكم؟ تمام يا دكتور، اتفضل. جيد جدا. اليوم محاضرة يعني شيقة وجميلة. راح أحاول أحكيها باللهجة العراقية، يكون أخذ راحتي أكثر باللهجة العراقية، وإن شاء الله الزملاء المصريين اللي ما فهموا اللهجة العراقية بس يوقفوني وأنا أشرح لهم معنى الكلام إن شاء الله. موضوعنا اليوم موضوع شيق وجميل، وممكن يحصل بيد أي كلينيشن، وطبعا أكيد يحصل أكثر مع حديثي التخرج، ويمكن مع الممارسين، وتقل هذه المشاكل مع يعني اللي عندهم خبره قد طويله، او المتمرسين، او اهل الاختصاص. لكن قبل ما نحكي على اللج نفسه، خلينا نبدي بس اشوفكم صور. ما هو اللج؟ اللج الترجمه العربيه اللي هي العتبه او الدرجه، انك انت اثناء تحضير القناه بدل ما تروح بالقناه الرئيسيه، قناه الرئيسه، تروح في مسار اخر، فانت تعمل عتبه او ما يسمى باللج. لج. طيب خلينا نشوف شلون يبدأ اللج. انت دخلت الفايل في قناة فيها كيرف، وبدل ما تتبع انت مسار الكيرف راح تاخذ مسار اخر. اسباب اللج بالعادة incomplete access، وتذكروا انه الاكسس هو mother of problems and complication بالاندو. اي خطوة خاطئة في الاكسس ممكن تاخذك الى مشاكل عديدة، واحدة من ضمنها اللج. التفكير انك انت توصل الى نهايه القناه من البدايه، وهذا التفكير، هذا التطبيق انا ما يعني هذا الابروتش انا ما انصح به. او انك انت يعني تتوقف على طول قصير، وكثير من الكلينيشن اول ما يوقف عند الفايل بعد ما يتقدم يوقف اللي هنا، وممكن ينتهي ايضا بلج. عدم استخدام اللابريكانت سواء كريم او جل اي تي اي كريم ممكن ينتهي بلج، او عدم الاستخدام الكافي للاريجيشن، وادخال فايل كبير في قنوات ضيقه ومحاوله الوصول الى النهايه. وايضا يحصل عندك اللج اثناء محاوله استخراج الفايلات المكسوره، وايضا يحصل اثناء الريتريتمنت. طيب وايضا قد يحصل ايضا في محاوله فتح القنوات المتكلسه. فهذه الاسباب يعني الموست كومن كوزز لللج. طيب خلينا نتفق انه اللج يحصل في الاوتر وول. ما هو الاوتر وول؟ الاوتر وول هو الجهه المغايره او المقابله للكيرف. فالجهه اللي تمشي مع مسار الكيرف نسميها الانر وول، الجهه المقابله للكيرف هي الاوتر وول. هل في استثناءات لهذا الكلام؟ نعم في استثناءات، للاسف نسيت انزل لكم سلايد، ان شاء الله بنهايه المحاضره تذكروني احاول انزل لكم سلايد انه اللج ممكن يحصل ايضا في الانر وول، ليس فقط في الاوتر وول، ممكن حتى البيرفوريشن يحصل ايضا، لكن قليل نادر جدا. اشوفكم سلايد ان شاء الله بس ذكروني. طيب اذا الفايل ما وصل عندك انت، ما مشى مع مسار القناه، لا تحاول تضغط بالفايل وتعمل له سكروينج حتى توصل لنهايه القناه، هذا مو الاجراء الصحيح، والا راح تنتهي بهذا المشهد اللي هو يا اما ترانسبورتيشن ويا اما بيرفوريشن. يعني اللج الاستمرار في مسار اللج راح ينتهي تو سيناريوز. السيناريو الاول هو البيرفوريشن، والسيناريو الثاني هو الترانسبورتيشن، خصوصا اذا انت كنت قريب في الابيكال بارت. اللي يرافق اللج ايضا ممكن بلوكس. هذا البلوك انه القناه تملئ بالدبريس وانت تجي تحاول تفتح هذا البلوكس فتنتهي بلج. اللج هذا مثل ما تعرفون. الترانسبورتيشن هذه الامور متعلقه عاده باللج والبيرفوريشن. فاذا انت صار عندك لج في الغالب انت راح تنتهي باحد هذه السيناريوهات الثلاثه، يا اما البلوكس يا اما ترانسبورتيشن يا اما بيرفوريشن. طيب انت صار عندك لج، بدل ما تحاول ترجع للقناه الرئيسيه، وراح اقول لكم شلون راح نرجع للقناه الرئيسيه، راح تحاول تلح تنتهي بيرفوريشن او تنتهي بترانسبورتيشن. طيب اثناء العمل شلون اعرف انه اني صار عندي لج؟ كالتالي: طالما الفايل بايدك وانت داخل القناه، انت راح تحس نفسك اكو سوفتنينج او الاحساس
انك في القناه يختلف تماما عن الاحساس انك انت لست في القناه او رايح في مسار اخر، وكانك انت تضرب في جدار، في مكان صلد، على عكس احساسك وانت ماشي في مسار القناه. وممكن تاكد هذا الشيء بوجود الاكس راي. شلون نعرف؟ من تاخذ اكس راي راح تلقى ان القناه مبتعده عن بطانه القناه، الفايل مبتعد عن بطانه القناه، وكانه ماشي ستريت او رايح باتجاه الاوتر وول، الجهه المغايره لاتجاه الكيرف. هذه الحاله ايضا شوف هسه مثلا هنا الفايل متوقف، اذا تلاحظون الفايل ما ماشي ما اعرف انا ايش عندي السهم، ما ايش السهم للاسف. الفايل ما ماشي مع اتجاه القناه، وانما كانه صار بي ستريتنج او ماخذ باتجاه الاوتر وول. طيب هذا الفيديو لبروف رادل. اعتقد الفيديو واضح ويتحدث يعني عن طريقه تكوين اللج. طيب حتى احنا ما ندخل في موضوع اللج، خلينا نفهم الخطوات الاساسيه لتحضير اي قناه او مجمل القنوات، لتجنب ليس فقط اللج، لتجنب الكثير من المشاكل حتى من ضمنها السيبريتد فايل الى اخره. طيب اذا حققت مبادئ كليننج اند شيبينج فانت راح تقل عندك هذه المشاكل اللي هي كالتالي: continuous tapering prep, original atom maintained, position of foramen maintained, وforamen as small as practical. راح نجيها نقطه نقطه. continuous tapering prep، اذا تلاحظون انه رب العالمين لما خلق الجذر السن وخلق القناه بداخلها خلقها بشكل مخروطي، القناه من فوق واسعه ومن جوا ضيقه، فاني ضروري احافظ على هذا الشكل طالما اني اشتغل. هذه الصوره ماخوذه من سلايدات او محاضره للدكتور جاي كليف رادل. هذه الحاله لي، لاحظ كيف اني محافظ على الشكل المخروطي للقناه، القناه باديه واسعه وكل ما تنزل لجوا القناه تضيق. طيب عفوا، فهذا هو الكونتينوس تيبرينج بريب. اوريجينال اتومينتينج، ضروري جدا شكل القناه بعد الابتوريشن ما يختلف كثيرا عن شكلها قبل الابتوريشن، وهذا ما يسمى بالمحافظه على الشكل التشريحي للقناه. هذا الشكل التشريحي للقناه. خلوا بالكم انه اشعه ال2 دي هي ما تنطيك انطباع حقيقي لما يجري داخل القناه. انتم تعرفون البري ابيكال اكس راي تنطيك انت الميزو ديستال وتعطيك انت الاوكلوزو ابيكال او الانسايزر ابيكال. البعد الثالث الباكولينجوال اشعه البري ابيكال ما توفر لك اياه، خصوصا اذا كانت بارول، لذلك احنا محتاجين اكثر من اشعه ميزو وديستال شفت حتى نقدر نكشف على الاقل قليلا من المعلومات عن البعد الثالث الباكولينجوال. فانت من تشوف عندك انت بالقناه بالاكس راي كيرف فممكن يكون عندك انت دبل كيرف، واذا انت عندك بالبري ابيكال اكس راي 2 كيرفز فممكن بارض الواقع عندك انت 3 كيرفز. طيب هذا ما يسمى بالاوريجينال اتوم مينتين. لاحظوا شكل القناه قبل وشكل القناه بعد، شكلها قبل وشكلها بعد الى اخره من الحالات اللي ممكن تشاهدوها. position of foramen maintained، ضروري جدا ايضا هذه الصوره ماخوذه من البروف رادل. ضروري جدا انه اني احافظ على الشكل التشريحي عفوا على الشكل التشريحي للابيكال فورامن، احافظ على البوزيشن في نفس مكانها وما اعملها ترانسلوكيشن مثل ما تلاحظون. والنقطه الاخيره فورامن از سمول از براكتيكال. انا ما انصحك توسع الابيكال فورامن، حاول تحافظ على سايز الابيكال فورامن از ماتش از يو كان. اذا تسالني عن تجربه وعن ممارسه 21 سنه في هذا المجال، انا ما انصحك توصل لسايز اكبر من 40 الابيكال بريب حتى ما تتوسع. ليش؟
نحن نشتغل وفق معادله انه الفايل لما يدخل ويقص من الدنتين هو ما يقص بسيرفس واحد، راح يقص ب4 سيرفسات، يقص من البكل واللينجوال والميزل والديستال. فبالتالي اي فايل يدخل راح يزيد لك المساحه السطحيه اللي انت محتاج تسوي لها سيلينج 4 مرات وفق هذه المعادله. لاحظوا هذه الصوره مثلا، ليش صار عندنا اوفر فيلينج هنا؟ السبب انه الطبيب ما حافظ على الشكل التشريعي للقناه، وبالتالي شكل القناه كورونالي او حجمها او السايز مالتها كورونالي تقريبا مقارب لسايزها ابيكالي، فبالتالي ما حافظنا على السيل وصار عندنا الاوفر فيلينج. طيب اخوان، تقريبا حجم الكراون عند البشر اطوالها متساويه، الفاريشن كلها وين موجوده؟ بالروت. بوسيله تيث نقدر نقول تقريبا طول الكراون 10 ملم، الفاريشن كله بالروت، يمكن يبدي من 9 الى 15، ممكن يكون اقل ممكن يكون اكثر، لكن هذا اللي هو الافريج. طيب دائما واحنا نحضر القنوات يفضل نقسم الروت الى 3 اقسام: كورونال وميدل وابيكال. احيانا بعض الكلينيشن يعتبرون الكورونال والميدل از كورونال تو ثيرد از وان بيس، على شرط انه الكيرف مالتك بادي ابيكالي. اذا بدا الكيرف مالتك انت كورونالي فتقسم انت الروت الى 3 اقسام، او كان 3 اقسام: كورونال وميدل ابيكال. بما انه اغلب الاسنان الكيرف يبدي بالابيكال بارت، فاحنا نقسم الكورونال بارت والميدل بارت از 1 بارت، فنعتبره كورونال تو ثيرد. طيب تطبيقاتها هذا عمليا شنو؟ نحفظ جدا، ضروري جدا نحفظ خطوات التحضير: سكاوت كورونال تو ثيرد، وبري انلارجمنت، وسكاوت ابيكال ثيرد، وفينش. يعني شنو؟ سكاوت كورونال تو ثيرد، انت قبل ما تشتغل وتسوي كينج اند شيبينج، اول ما يجيك المريض بعد ما تاخذ الهيستوري، بعد ما تسمع من المريض، راح تاخذ بري اوبراتيف اكس راي. بري اوبراتيف اكس راي راح تاخذ منه معلومات عديده، واحده من هذه المعلومات هو الطول التقريبي للقناه، الاستيميتد ورك لينث، مو الطول الحقيقي. الطول الحقيقي تحصله انت من ابيكس لوكيتر، لكن الطول التقريبي انت منين تاخذه؟ تاخذه من البري اوبراتيف اكس راي. فلنفرض اخذنا اكس راي وانت عندك سنسر، والسنسر فيها مسطره، وهذه المسطره يعني رولر موجوده في السوفت وير، انطتك الطول التقريبي للقناه من الريفرنس بوينت كورونال ريفرنس بوينت تيل اند اوف ذا ابيكس بالاكس راي 20. افترض ان الطول التقريبي عندي 20 على سبيل المثال. طيب احفظ هذا الرقم جيد، لان بعدين راح بقيه السؤالات راح تتعلق بهذا الرقم. السكاوت كورونال تو ثيرد، معنى سكاوت معناه استكشاف. بعد ما اخذنا بري اوبراتيف اكس راي راح نجيب سايز 10، سايز 12، سايز 15، سايز 10 الماست كمان، ادخل فايل ستريت بدون ما اسوي له اي كيرف، ادخله داخل القناه، ادفع بيه لحد ما يوقف. في العاده اول فايل، خصوصا اذا كان عندك كيرف، الفايل ما راح يوصل للفول وركينج لينث، راح يوقف تقريبا بالابيكال ثيرد. من وقف عندك بالابيكال ثيرد، تنزل الستوبر على الريفرنس بوينت وتسحب الفايل بدون ما تسوي له، بدون ما تفر الفايل، وتباوع على شكل الفايل. ممكن يكون عندك انت كيرف، ستريت، دبل كيرف، هذه كلها تنطينا انطباع على شكل القناه. لذلك اول فايل يدخل القناه احنا نسميه سكاوتنج فايل، او بعض الكلينيشن يسموه امبريشن فايل. ممكن تاخذ هذه الاشكال عندك انت. طيب اول فايل سكاوتنج فايل، او هي مرحله سكاوتنج كورون تو ثيرد، شو استفادنا منه؟ عرفنا الدايميتر الكنال هل هي ضيقه ام واسعه، وايضا عرفنا ان اللاين الاكسس مالتنا ستريت او نو ستريت. والشغله الثالثه اللي عرفناها الاناتومي داخل الكنال، هل هو ستريت فورورد، هل هو كومبلكس، هل هو مودريت، هل هو سمبل. هذه كل المعلومات راح نحصلها من اول فايل يدخل القناه، لذلك سميناه امبريشن فايل، ياخذ طبع على شكل القناه، او نسميه سكاوتنج فايل، الفايل الاستكشافي. طيب هذه المرحله الاولى. طيب من دخلنا اول فايل، اذا تشوفون الصوره هنا، عفوا، من دخلنا اول فايل، اذا تلاحظون انه الستوبر ما نازل على الريفرنس بوينت، وقف عندي الفايل ما كمل النهايه، انزل الستوبر على الريفرنس بوينت واخذ الطول، ولنفرض الطول طلع لي 17، اي طبيعي يطلع 17 لان هو ما واصل الفول ورك لينث.
بالبري اوبراتيف اكس راي احنا اخذنا الطول التقريبي 20، دخلنا اول فايل وصل طول 17، انزل الستوبر على الريفرنس بوينت واسحب الفايل واحطه على المسطره واشوف ايش قد قرا عندي، ولنفرض قرا عندي 17، احفظ هذا الرقم جيدا 17. بعدها اجيب لي فايلات عريضه اوسع لغايه طول 17، ولنفرض اني اشتغل بنظام برو تيبر، اجيب اس 1 عند القناه هايبوكلورات وادخل اس 1، احاول اوصل اس 1 لطول 17، irrigation recapitulation irrigation. بعدها اجيب اس 2 احاول اوصل طول 17، وصلت طول 17 اسوي irrigation recapitulation irrigation. هذه المرحله سميناها بري انلارجمنت. اذا تلاحظون انه الكورونال تو ثيرد للقناه توسع، لكن انا بعدني ما موصل الفايل للفول وركينج لينث. اذا تلاحظون القناه من الكورونال ثيرد والميدل ثيرد واسعه، الجزء الابيكال بارت ستيل فيرجن بعد ما داخل به الفايل. شو استفادت اني من وسعت الكورونال تو ثيرد؟ اول شيء احساسي بالابيكال بارت صار افضل، لان بالبدايه كان الفايل يلامس الكورونال ثيرد والميدل ثيرد والابيكال ثيرد. هسه الفايل من ادخله مره ثالثه راح فقط يوصل فقط يلامس الابيكال ثيرد، فاحساسي بالابيكال ثيرد راح يزداد. improved cleaning debris removal. الدبريز بدل ما تنزل ابيكالي راح تصعد كورونالي، وبالتالي البوست اوبراتيف بين راح يقل عندي، الفلير اب يقل عندي، لذلك البيشنت راح يطلع مرتاح من عندك. ماشي؟ اذا تلاحظون بالصوره اللون السمائي الموجود بالصوره، لاحظوا انه ايضا وصل للابيكال بارت بالرغم انا بعدني ما موصل الفايل الابيكال بارت. ليش؟ لان انا وسعت القناه من فوق فصار عندي ريزرفوار الهايبوكلورات اكثر، فاكو امكانيه انه هذا الهايبوكلورات راح ينزل الابيكال بارت، هذا الهايبوكلورات نفسه راح يشتغل كلابريكنت، فعمليه ادخال الفايل في المرحله الثالثه راح يكون الموضوع ابسط. طبعا البتر دايجنوستس راح نقدر نفهم الابيكال بارت اكثر. صار هذا الشيء جايتني. طيب بعد ما سويت هذه الخطوات احتماليه حصول اللج راح يكون تقريبا يعني صعب جدا، لانه بعد الفايل ما يلامس الكورونال بارت ولا يلامس الميدل بارت، واحساسي بالابيكال بارت صار افضل، والفايل يتحرك بسهوله ابيكالي، صعوبه انه الفايل راح يتجه باتجاه الاوتر وول. طيب لكن ما التزمت هذه الخطوات وصار عندي اللج، وعرفت لكم اللج وقلت لكم شلون يصير وشلون تحس انت يصير عندك لج، شنو الخطوات حتى تعالج هذا الشيء. اول ما يحصل عندك اللج توقف، ارجع للبيسكس. البيسكس شنو هي؟ بري انلارجمنت، نبدي نوسع الكورونال ثيرد والميدل ثيرد. من وسعت الكورونال ثيرد والميدل ثيرد ايش صار عندي؟ كميه الهايبوكلورات الموجوده داخل الباوب تشامبر داخل الكنل والباوب تشامبر راح يصير اكثر. ايضا ايش راح يصير؟ اني من يصير عندي لج محتاج شيء يسموه بيندنج. البيندنج غير البري كيرف. البري كيرف الفايل ما يدخل قناه ممكن يعدل نفسه، ما يصير عندي بيرمنت ديفورميشن بالفايل. البيندنج انه انا اسوي ثنيه قويه بالفايل بحيث الفايل بعد ما يستعدل، مهما عدلته ما راح يتعدل، يصير في كيرف قوي. اشوفكم صوره ان شاء الله. فاني من اول طبعا اذا انا قناه ضيقه واسوي بيند بالفايل، الفايل ما راح يدخل داخل الكنال، لكن انا من وسعت الكورونال تو ثيرد، الكورونال ثيرد والميدل ثيرد، وسويت بيند بالفايل، اقدر ادخل البيند براحتي داخل الكنال. من اسوي البيند، ولاحظ دائما انه انا بعد ما اسوي البيند ااشر بالستوبر، الخط الاسود يكون باتجاه الخط الاسود الموجود على الستوبر، اذا ما موجود انا احطه ارسمه، يكون باتجاه البيند، والفايل ادخله باتجاه الانر وول باتجاه الكيرف. طيب كيف اعرف انه انا رجعت القناه الرئيسيه بعد ما سويت بيندنج للفايل ودخلته باتجاه الانر وول؟ المس الفايل بهذه الطريقه، يسموها طبعا عفوا، بعد ما سويت بيندنج ودخلت داخل القناه قلت لكم اخلي اتجاه الستوبر، الخط اللي على الستوبر او النوتش بالستوبر باتجاه نفس اتجاه البيندنج، وادخله بحيث يكون نفس اتجاه الكيرف نفس اتجاه الانر وول.
اول احساس اعرف نفسي انه اني دخلت بالقناه الرئيسيه هو الكاتش، انه اكثر شيء اختلف عندي. انا ما صرت اضرب بصبه بمكان صلب، لا، صرت الامس جزء. احساس مختلف، احساس دخولك بالقناه تقدر تميزه من اول ممارسه، غير احساس انك انت تلامس جزء مسدود او صلب. هذا ما يسمى بالكاتش. بعدها الفايل اللي يدخل بالقناه الرئيسيه اكو شيء يسموه فلاترنج، يعني انا من الامس الهاندل فايل طرف اصبعي، الفايل راح يبدي يهتز بهذه الطريقه كانه حركه بنادول الساعه بسرعه، يسموه فايل فلاترنج. لاحظوا طريقه اهتزاز الفايل هذا اذا انت كنت داخل بالقناه الرئيسيه فلاترنج. لكن اذا انت رجعت لمكان الليدج راح تشوف هذه الحركه، الفايل ما يصير بفلاترنج مره ويرجع مكانه. لاحظ الفايل ما بفلاترنج، معناها انت ما رايح بالقناه الرئيسيه. ماشي اخوان؟ لكن بالقناه الرئيسيه الفايل يصير بحركه سريعه، حركه البنادول او الفايل فلاترنج. هذه كلها دلائل واشارات انه اني داخل بالقناه الرئيسيه او ما داخل بالقناه الرئيسيه. طيب بعد ما ادخل بالقناه الرئيسيه ضروري يكون انا مستخدم يعني فيسكاسيليتر. فيسكاسيليتر يعني كريم او جل. ماشي. بعد ما اوصل بالقناه الرئيسيه يفضل ما اسحب ايدي، ادخل الفايل واخذ اكس راي واسوي كونفرميشن انه اني دخلت بالقناه الرئيسيه. بعد ما تاكدت اني دخلت بالقناه الرئيسيه ما اسحب الفايل، لان احتمال رجوعي للقناه مره ثانيه يكون امر صعب. فانا شو اسوي؟ ابقي الفايل بمكانه وشورت ستروك. يعني شو شورت ستروك؟ يعني اصعد الفايل وانزله بحركه اجزاء من مليم، بوش بول بوش بول بوش بول بوش بول بوش بول، صاعد نازل صاعد نازل، لكن مو حركات طويله، حركات قصيره جدا اجزاء من مليم بالبدايه، لحد ما احس انا صار عندي جلايد باث انه انا اقدر ارجع لمسار القناه الرئيسيه. ممكن اطول الحركات. بعد اسوي بيتنسي عبر القناه شويه بمليم او نص مليم. طيب هذا البري كيرف، وهذا انا ما احتاجه، ما يفيدني لما يكون عندي ليدج. وهذا البيندنج، هاي الحركه اللي احتاجها من يكون عندي بيند، يفضل يكون البيند شويه اقرب للفايل تيب. طيب هذا البيندنج، وهذا الفيسكوسيليتر او كريم. هذه كيس كلينيكالي، خلينا نشوفها. مثل ما تلاحظون الفايل ما رايح مسار القناه الرئيسيه، كانه رايح ستريت او رايح باتجاه الاوتر وول عكس اتجاه الكيرف. لاحظوا بعد ما سويت بيندنج للفايل تلاحظون البيند بيا اتجاه اخذته باتجاه البايفوركيشن، باتجاه الانر وول. ماشي. راح ممكن ارجع. لاحظوا الزاويه البيندنج اقوى من زاويه البري كيرف. بديت ارجع للقناه الرئيسيه، مجرد ارجع القناه الرئيسيه الامس او طبعا حسب كاتش يعني، والامس راس الفايل بيدي من فوق بالهاندل، راح تصير عندي هاي حركه الفلاترنج، فاعرف انه انا بالقناه. انزل بعدها بحركه الواتش وايندنج وادفع ابيكالي. طيب بعد ما ادخل الكي فايل فلنفرض سايز 10، طبعا يفضل انت للليدج تستخدم الديفايندر فايل. الكي فايل ممكن يغدرك او ما يفيدك لان يصير له بي بيندنج او كيرف يصير بي، فاني استخدم الديفايندر، هو افضل فايل لهذه المهمه. بعد ما استخدم سايز 10 وسايز 12 وسايز 15 وممكن حتى سايز 20 كي فايل، وبعد ما اسوي بوش بول وتاكدت حصلت جلايد باث وانت رايح القناه الرئيسيه، اجت مرحله ادخال الروتري فايل. انتم مثل ما تعرفون الروتري فايل هسه اغلبها الموجوده بالسوق هي هيت تريتد. ف شنو يعني هيت تريتد؟ مجرد تتعرض للحراره حتى لو انت مسوي لها كيرف، مجرد تدخل داخل القناه راح تاخذ درجه حراره الجسم. درجه حراره الجسم تقريبا مقاربه ل 37 تعتبر شويه حراره يعني نسبيا عاليه. فحتى لو انا مسوي بيند الفايل او كيرف للفايل، بالمناسبه هذه الفايلات صعب يصير بها بيند، يصير بها كيرف. حتى لو انا مسوي له كيرف ودخلت داخل القناه، مجرد تدخل داخل القناه راح تتعدل، فراح ارجع للليج. شو انا اتغلب على هذه الشغله؟ اسوي كيرف الفايل وارشه بسبراي، اي سبراي. تعرفون اي سبراي درجه حرارته ممكن توصل حد ناقص 50 مئويه، وارشه على التب مال الفايل وادخل الفايل بسرعه داخل القناه باتجاه الانر وول، باتجاه الكيرف، باتجاه القناه الرئيسيه. ويفضل انك تدخل الفايل بدون الاندو موتور. وبعد ما تدخل الفايل وتتاكد انت رحت مسار القناه الرئيسيه،
تجيب الاندوموتر وتركبه فوقها مثل ما تشوفون بهذه الطريقه. خلصنا. خلوا بالكم موضوع معالجه الليج ليس من الامر الهين، واحده من المواضيع الصعبه الادفانس في الاندودونتكس، وتاخذ جهد ووقت والكثير من الفايلات، فخلي يعني احسب حساب لهذا الشيء. ويفضل ايضا ما تستخدم انت فايلات مستعمله، فايلات كلها جديده، وعرف المريض انه هذه كومبليكيشن، والكومبليكيشن علاجها غير علاج الحالات المتيسره والسهله، فاكيد الوقت راح يزداد، الجهد مضاعف، والتكلفه ايضا يجب ان تزداد. خليني اشوفكم واحده من الحالات هذه ليج وبيرفوريشن مانجمنت. هذه لور 6 اجتني باكثر بليج بالميزو بوكر والميزو لينجوال. هذا البنت احنا مثل ما قلنا الليج ممكن ينتهي بيرفوريشن، وبالفعل هذه الحاله كانت بيرفوريشن، هذه حاله ريفير. طيب دخلتها، ربطت الابيكسوكيتر. اول ما ربطت الابيكسوكيتر، اول ما ربطته مباشره شو انطاني ايرور او اوفر، معناها اني داخل بالبيرفوريشن. طيب خلوا في الغالب انه الليج والبيرفوريشن يصير عندك بالاوتر وول، فاني اسوي كيرف أو اسوي بيند عفوا، واحاول اخذ الفايل باتجاه الانر وول. الفايل عندي 0 0 يعني مضبوط عن اموري. اسوي له كونفرميشن بشنو؟ بالاكس راي. انا رحت القناه الرئيسيه. طبعا بوش بول بوش بول بوش بول بوش بول لحد ما يصير لوز. طيب احتمال من تسحب الفايل وتدخله مره ثانيه، او تسحب ايدك ويطلع مره ثانيه، احتمال ترجع بالبيرفوريشن مره ثانيه. فيفضل بهذه الحالات تستخدم انت ريسبروكيتنج هاند بيس، او ما يسمى بالام 4 هاند بيس، حتى انت تبقى داخل القناه وما تسحب الفايل حركات بعيده. نفس الوقت تخلي الاسيستنت يسوي لك ريجيشن بالباوت تشامبر. هذه الحركه البسيطه للفايل ان اند اوت بوش بول ممكن ندخل لك الهايبوكروات داخل القناه. وكل شويه اسوي كونفرميشن بالابيكس لوكيتر انه اني داخل القناه ما يقع عندي اوفر. طيب ماشي الحال. شطوا لي الفايل هذا. طيب. عفوا ان هذا الفايل عفوا دقيقه، عفوا طلعت انا. لا 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 اسف جدا عيني، طلعت انا من لا دقيقه والله، وين الملف؟ خد راحتك يا دكتور عادي. ثواني والله ثواني. الفايل وين صار هذا؟ ليش هيك صارت؟ للاسف وين راحت هذا؟ ايش دسنا اني؟ ممكن حضرتك الدكتور تلغي الشير سكرين ونعمله من اول وجديد عادي، مفيش اي مشكله. الغي شو سكرين. هو اصلا الجوجل كروم ما يطلع عندي. كنت وين هذا الجوجل كروم؟ لا ثواني راح اطلع وادخل مره ثانيه. ثواني. تمام ماشي. عشان الدكاتره ودكتور يجي ان شاء الله.
اسف لهذا الخلل الفني، اسف لهذا الخلل معاك الفني. دكتور. طيب طيب احنا وين وصلنا؟ وصلنا هنا. عشان وصلنا الفورمه. اي طيب يلا يا الله ماشي. طيب بعد احنا اعتقد وصلنا لهنا، دخلنا الفايل. طيب نفس الفكرة، اجت مرحلة الروتري فايل، اي سبراي الروتري فايل، وادخل الفايل داخل القناة واركب فوقه الاندوموتور. اكيد اسوي له كونفرميشن. هذه القناة الثانية ايضا بها بيرفوريشن، نفس الطريقة، بيندنج قوي. حتى النيدل ايضا اسوي بيندنج حتى اقدر ادخل بالقناة الرئيسية. هذه القناتين لقيتها بيرك راحت بالبيرفوريشن، فاني فضلت انه احشي القناه كلها بالسيلر والباي اوبتوريشن والباي سانك بروتين. كملنا الاوبتوريشن. عفوا السلايد متقدم. هاي بعد ما كميه السيلر كانت عندنا اوفر شويه، لا باس. هذه الحاله بعد ما خلصنا الاوبتوريشن، وهذا زاويه اخرى. طبعا اشوفكم الهيلينج ان شاء الله. هذا السن سويت له ريدكشن لان السن ضعيف، فخفت له ينكسر بين الزيارات لحد ما تجي البيشنت. للاسف البيشنت ما جتي الا بعد فتره طويله. طيب كان عندي اني فولو اب الكيس، ما اعرف وين صارت بيها محاضره. طيب هذه حاله اخرى، كناين عندنا سيبريتد فايل داخل القناه وخارج القناه، وليج ومنتهي بيرفوريشن مثل ما تلاحظون. نفس الفكره، سوينا بيندنج للفايل بالجهه المغايره تجاه البيرفوريشن. هنا طلعنا الفايل، هنا دخلنا بالجلايد باث فايل، وصلنا للنهايه. لاحظ النيدل دخلت ايضا بالبيرفوريشن. هنا ضروري جدا نسوي بيندنج للنيدل حتى تدخل بالقناه الرئيسيه، والا ممكن تنتهي بمشكله. طيب هنا اذا تلاحظون انا مسوي بيندنج للنيدل، وصلت القناه الرئيسيه. طيب لاحظ البيند بالنيدل. طيب طالما ان النيدل قدرت ادخلها وسويت لها كونفرميشن بالاكس راي، انا ما اريد كل شويه اسحب النيدل وارجع ادخلها. ممكن تدخل بالبيرفوريشن مره واحده داخل النيدل، واحاول احقن كميه كبيره ولتكن 10 مل. طبعا انا ما انصح بسرنجه 10 مل، لكن هذه الحالات استوجبت هيك. تفضل 3 مل او 5 مل. هنا بدينا نحقن بعدين ليش راحت؟ وين راحت هذا؟ وين راحت شو اسمه؟ وين المحاضرة؟ طيب المحاضرة موجودة؟ الو دكتور. تمام يا دكتور، حاضر موجوده والفيديو شغال. طيب شغال، طيب ماشي. بس خلينا نمشي هذا. احنا دخلنا هنا 10 مل وبدينا نحقن وقت. الفكره انه انا ما اريد اسحب النيدل وممكن ادخل بالبيرفوريشن مره ثانيه، فمدخل النيدل وماخذ اكس راي ومسوي كونفرميشن بالاكس راي، وابدي احقن كميه كبيره حتى ما اضطر كل شويه اغير النيدل او اغير السرنجه وهكذا. طيب وسعنا. للامانه حالات البيرفوريشن علاجها يتطلب اكس راي يعني مرارا وتكرارا. وصلنا مرحله السيلينج لللج او عفوا البيرفوريشن. بما انه اللج راح ينتهي بيرفوريشن، فاني احاول احشيها بطريقه الام تي اي، وهذه الطريقه المفضله عندي انه احشي القناه بام تي اي. ممكن انت تحشيها بقطع بيركا وبايوسيراميك سيلر اذا كان حجم البيرفوريشن صغير. بما انه حجم البيرفوريشن كبير، فالسيلر ما ممكن يسوي لك سيل، ممكن صعب جدا يسوي سيل خصوصا اذا كان حجمه كبير.
الاجراء كالتالي: الماستر ابيكال فايل كاونتر كلوك وايز سيم وركينج لينث. خلي الفايل يفتر عكس عقارب الساعه. لاحظوا شلون مسوي بين اني الفايل حتى ادخل بالقناه وما ادخل بالبيرفوريشن، واخلي الفايل. اذا تلاحظون انتم الفايل هنا اشتغل باتجاه عقارب الساعه لان الميرور تعكس. هسه هنا عكس عقارب الساعه. عبي الام تي اي وابدي ادخل الفايل. شويه بعد شويه تلاحظ انه الفايل ماستر ابيكال فايل ما بدا يوصل للفول وركينج لينث. اذا تلاحظون هسه الفايل ما بدا يوصل الفول وركينج لينث. الفايل ابتعد عن الفول وركينج لينث، معناها القناه بدات تتحشى ونعبيها وهكذا لحد. اذا حسيت انه الفايل بدا يتقدم ممكن نسوي سوفتنج ايضا شويه للام تي اي داخل القناه، يا اما بنورمال سلاين يا اما بستيرايل ووتر، وتدفع وتسوي باكينج ايضا بالبيبر بوينت، تعبي لحد ما توصل للنهايه. وهذه الحاله بعد ما تشوف مثل ما تشوفوها بعد ما كملنا الابتوريشن. وهذا الفولو اب. تشوفوا تقريبا صار عندنا هي لينك ماشي. لاحظوا الهيلينج وين كنا وين صرنا. استخدمت فيها اوكسفورد ام تي اي وهذا الهيلينج. طيب هذه reciprocating hand piece. أنا بعد ما أطول عليكم خلصت المحاضرة، إن شاء الله تكون سلسة ومو طويلة، وأي زميل عنده سؤال أو استفسار أنا حاضر. دكتورنا الفاضل أنا خلصت، إذا أي زميل بيكم عنده سؤال أو استفسار أنا حاضر. إن شاء الله تكون استفادتوا من هذه المحاضرة. تسمعني دكتورنا؟ سامعك يا دكتورنا. حابب اشكرك على المحاضره الشيقه والممتعه ديت بصراحه يعني. أنا أشكر حضوركم. إذا عندكم أي استفسار أو أي شيء أنا حاضر. يا الله دكتور، اللي عندي يسأل أي سؤال الدكتور موجود معاكم يعني. خليني أشوف بس الأسئلة إذا موجودة عندنا. ثواني. يعني الأسئلة يا دكتور هعرضها على الشاشة هنا إن شاء الله. ما تقلقش يعني، ممكن حضرتك بس تبص على الشاشة الأسئلة هتعرض. ماشي. يلا يا دكاترة. في سؤال يا دكتور بيقول: ممكن أفهم نستخدم داخل القناة مادة تعمل زحلقة يقصد الكالسيوم؟ لا اي دي تي اي كريم او موجوده بالمكاتب. اي دي تي اي كريم او جل. انا دائما افضل استخدام الكريم مو الجل. اي دي تي اي كريم موجوده بالمكاتب، سعرها رخيص يعني بالعراقي يمكن يعادل $3، احسبوه بالمصري ك 150 جنيه. ماده مو رخيصه يعني، مو غاليه. طيب ان شاء الله تعالى في اخر 3 يكسبوا نسخه مجانا. خلصنا اسئله ولا في سؤال تاني يا دكتور بيقول: شو نفرق بين ليج مش فاهم السؤال. وين السؤال دقيقه؟ وين مكتوب؟ انا فهمنا. انا ممكن حضرتك تبص على الشاشه على اللاب مثلا. السؤال ثاني: شلون نفرق بين الليج والبلوك؟ البلوك ام تي اي سؤالي. طيب البلوك، القناه البلوك من تدخل الفايل وتاخذ اكس راي راح تلقى انت ضمن مسار القناه ما ماخذ، انت ما رايح باتجاه الاوتر وول لكن قناه مسدوده. اذا تاخذ اكس راي وتشوف ان الفايل راح باتجاه الاوتر وول ابتعد عن بطانه القناه اليومن اوف ذا كانال، تعرف انك انت رايح باتجاه البيرفوريشن. مع ذلك احساس الفايل وهو يخبط على قولة المصريين بالليج تحسه صلب اكثر من احساسه وهو يخبط في البلوك. البلوك بالتالي هو دنتين، ودنتين سوفت نوعا ما، فيفرق الاحساس. لا انت مجرد ليش ما نسوي حركه واتش وايندنج؟ لا نسوي حركه واتش وايندنج في اي سؤال في البدايه ولا شوكت في الليج. سؤال وين دكتور؟ السؤال مو واضح بالنسبه للدكتور الهام الشريف. الهام دكتور، ممكن حضرتك بس توضحي؟ انا ما ذكرت ما نسوي حركه واتش وايندنج الا اذا افتهمتني غلط يعني. وش محتاج قبل البدء في علاج رينا ترانسبلانت؟ ممكن اسال دكتوره جميله قبل البدء في رينا ترانسبلانت ممكن اسال المضاد الحيوي. ممكن تستخدمين مضاد حيوي انه ما يكون العمل مالته داخل الكدني، يصير الميتابوليزم مالته بالليفر.
وايضا لازم تعرفين انه هل البيشنت ماخذ ادويه مخفضه المناعه. بالتاكيد هم ادويه تاخذ ادويه تخفض المناعه، فبالتالي من راح اكتب اني مضاد حيوي لازم اعرف انه هذا العلاج راح يصير ميتابوليزم مالته بالليفر او الكدني. اذا بالليفر ما عندي مشكله، انطي انتي بايوتيك لكن يكون ميتابوليزم مالته بالليفر. طيب ممكن نتبع الريجيشن دكتور، ايش افضل بروتوكول؟ شخصيا انا بكل الحالات بين فايل وفايل، اي فايل يدخل قناه بعد الريجيشن، بعد اي فايل يدخل قناه اسوي ريجيشن من 2 الى 3 مل، 2 الى 3 مل، هذا الريجيشن مالتي. لكن اذا تسالني الفاينل ريجيشن بروتوكول، الفاينل ريجيشن بروتوكول بعد ما اسوي ماستر كونفت بالاكس راي، ابدا باي دي تي اي كل قناه 2 3 مل، اسوي لها اكتيفيشن 30 الى 60 ثانيه واغسلها بنورمال سلاين، بعدين اجيب الهايبوكلورات ايضا كل قناه 2 3 مل، واسخن القناه، اسخن الهايبوكلورات داخل القناه بالانترا كانال اوبتوريشن بين لمده 4 الى 5 ثواني، وايضا اسوي له اكتيفيشن لمده 30 الى 60 ثانيه. الهايبوكلورات، الهيتنج، الاكتيفيشن اعيده مرتين ثلاثه اثناء العمل، بعدها اسوي فاينل رينز وذ نورمال سلاين وانشف القناه واكمل ابتوريشن. فراكتشر فايل او ابيكال ثيرد دكتور، ايش افضل طريقه اشيل فيها؟ لا، ما هو الفراكتشر فايل بالابيكال ثيرد يعتمد، عندي هواي اسباب، مو كل فراكتشر فايل ينكسر بالابيكال ثيرد، ولا موضوع سؤالك ما متعلق بالموضوع بس ما يخالف. الفايل ينكسر بالابيكال ثيرد، الفايل ينكسر بالابيكال ثيرد، هل ينكسر فايتال تو كانال فايتال بالب او نيكروتيك بالب؟ هل الفايل ينكسر بعد اول فايل انكسر اللي هو اخر فايل انكسر؟ هل الفايل انكسر بالتحديد بالضبط مع الفول وركينج لينث؟ يعني انا احيانا ينكسر عندي فايل بالفول وركينج لينث وانا مسوي ريجيشن جيد وانا مسوي سيل تمام للابيكال ثيرد، فما من داعي بعد، خلي اسد هذا عفوا، ما من داعي بعد اني اطلع الفايل. هذا يسموه فيبرال فراكتشر، فايل مكسور بقناه بالب فايتال ومكسور بالابيكال ثيرد ومسوي لي سيلين جيد، وانا يمكن ممكن اسوي ريجيشن اتركه حتى لو كان البلب نيكروتيك وانا مسوي ريجيشن محترم قبل ما ينكسر عندي الفايل، والفايل ينكسر هو مو اول فايل، ثاني فايل او ثالث فايل، ايضا اتركه. لكن اذا الكيس نيكروتيك وهذا بعد من البدايه الفايل انكسر، فافكر بالباي باس اذا كان طول الفايل قصير. واذا كان طول الفايل طويل لا، وقت احتاج ماجنيفيكيشن واحتاج التراسونيك واحتاج معدات خاصه لاستخراج الفايل المكسور، يعني الكلام يطول. طيب في اسئله بعد دكتور؟ تمام يا دكتور، بارك الله فيك.